اقول لكم حاجه، اوعوا تفتكروا ان النادي الاهلي مش هيكسب انتر ميامي، ويبقى افتكروا كلامي. الاهلي ان شاء الله باذن الله بفضل دعوات جماهير الاهلي ربنا هيوفق الفريق، وان شاء الله يكسب انتر ميامي، وان شاء الله باذن الله هيتجاوز دور المجموعات وهيصعد للدور ال16. لازم تصدقوا نفسكم كلاعيبه، ولازم تعرفوا ان انتوا ما تهبوش ولا من ميسي ولا من اي فرقه. انت النادي الاهلي يعني تعتبر اكبر نادي في افريقيا، ما يهمكش بقى ولا ميسي ولا اي نجم، كلهم بيجوا قدام الاهلي ما بيعرفوش يمسكوا كوره. طول ما انت مصدق نفسك وعارف من جواك وعندك ثقه بنفسك هتغلب اي فرقه. واوعى تهاب من حد، اوعى 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 ان في لعيب قدامك يهزك. هو 11 لعيب قدام 11 لعيب، عندنا لعيبه على اعلى مستوى. النادي الاهلي وفر لك تريزيجيه، النادي الاهلي جايب لك محمد بن رمضان في نص الملعب، النادي الاهلي معلق على دكه الاحتياط، يعني محمد طاهر يلعب الشوط الاولاني، ممكن برضو انزل بزيزو. عندك تريزيجيه انزله اساسي، ممكن تريزيجيه مثلا العبه الشوط الاولاني، وممكن انزل مثلا بديل ليه على الشوط الثاني مثلا في اخر 10 دقائق ممكن العب ببن شرقي. فالنادي الاهلي الحمد لله عنده كل الحلول في جميع المراكز، مش عايز الجماهير تقلق، وعايز اللعيبه تصدق نفسها ان هي فعلا قادره تكسب انتر ميامي، وقادره ان شاء الله تحقق لقب في بطوله كاس العالم للانديه. العالم كله بيتفرج علينا، وان شاء الله باذن الله ربنا ينصرنا ونحقق لقب في البطوله ديت باذن الله.